فعثمان بن مظعون كان في جوار الوليد بن المغيرة، ما حدش بيقدر يكلمه، وهو رايح وهو جاي وجد ان الصحابة كلهم عمالين يؤذوا وإيذاء شديدا، وفيهم اللي بيموت من شدة العذاب. قال: كيف أعيش وأصحابي في هذا الحال؟ والله لا يهنأ لي عيش إلا أن أكون مثلهم، والله لأردن جوار الوليد بن المغيرة عليه. ثم ذهب إلى الوليد بن المغيرة، كان عمه، فقال: يا عماه. قال: نعم. قال: أريد كما أجرتني علانية تأتي لأرد إليك جوارك علانية أمام الناس. قال: لما يا ابن أخي؟ قال: قد اخترت جوارا خيرا من جوارك وهو جوار الله. فقال له: هيؤذوك وهيعذبوك. قال: وإن عذبوني وإن آذوني فجوار الله أشرف من جوارك. فذهبوا إلى الكعبة، كان لازم يبقى الأمر كده علانية. ذهبوا إلى الكعبة وقال: يا معشر قريش، قد رد عثمان جواري علي، خلاص، فافعلوا بصاحبكم ما شئتم أو هو وشأنه. بمجرد ما إن عثمان بن مظعون قعد ما فيش حد بيحميه، كان مجموعة من قريش كده قاعدين، وفي واحد يعتبر مش من قريش، من المجاورين ليهم، اسمه أبا لبيد، وكان دوت شاعر. فالراجل ده بيقول ايه في أبيات كان يقولها؟ فقال يقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطله، كل شيء في عبادة أو في من دون الله باطله. فقال له عثمان بن مظعون: صدقت. ثم قال أبا لبيد في بيت آخر: وكل نعيم لا محالة زائله. قال: كذبت، فنعيم الجنة لا يزول. فاشتد الكلام بينهم، ده يقول له الكلام اللي انت بتقوله صح، وده يقول له الكلام اللي انت بتقوله خطأ. فاشتد الشجار بينهم إلى أن قال هذا الرجل أبا لبيد: ما لكم يا معشر قريش؟ أما كان هؤلاء يستطيعون أن يتحدثوا فيكم هكذا، وما كان جليسكم، يعني واحد زي كده جالس معاكم بيقول لكم كلام كويس، أن يشقى فيكم أو يجد ذلك. فقالوا له: اتركه، فوالله إنه يعني إنسان سيء مثلا، ومعه رجال سيئين خرجوا عن ديننا. فقال: لا والله. اشتد الشجار، فقام الرجل السفيه الذي أساء بالقول إلى عثمان بن مظعون، مش الشاعر، الرجل اللي قال له ده ناس سيئين مع بعض يعني، فضرب عثمان بن مظعون في عينه ففكت عينه. خلاص عينه دي كده أصبحت مش موجودة. مين اللي شايف الموقف؟ الوليد بن المغيرة اللي كان بيحميه. فقال: يا ابن أخي، ألم أقل لك إنك ستؤذى وأنك ستجد ما لا تستطيع رده؟ قال: والله إن جواري لربي خير من جواره، وإن عيني الصحيحة لأحوج أن يحدث ما حدث مع الأخرى في حق الله وفي الدفاع عن دين الله. شوف يا أخي الثبات. واحد يعني الواحد فينا لو جرى له حاجة الإسعاف بتيجي تجري وما بيستحملش، ده واحد عينه راحت يعني واقف وعينه كده بتتصفى وبرضه ما زال بيتكلم وبيقول له إن اللي بيحصل لي ده إرضاء لله أنا راضي بيه. قال: يا ابن أخي ارجع إلى جواري. قال: لا، إن جوار الله خير من جوارك. شوف العظمة وشوف القوة في الإسلام، وشوف كيف كانوا أقوياء في دين الله سبحانه وتعالى.